السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا بما ان انت جيت هنا فانت قررت باذن الله تتعلم السوليد برنسبل والكلين اركتكتشر. طبعا المقدمه اللي فاتت اللي هو الفيديو الاولاني كان بنتكلم اكتر عن السوليد برنسبل، ولكن طبعا انا مش ناسي الكلين اركتكتشر، هو ده اصلا محتوى الكورس، ولكن انا بشجعك على الاجزاء اللي قريبه منك شويه في المستوى اللي انت فيه. بمعنى ايه يا صديقي العزيز؟ الكلين اركتكتشر ما هو الا طريقة كتابة كود بمنهجية معينة. في ناس اوريدي كاتباها او في ناس اوريدي جربتها، بتقول لك لو حضرتك عملت 1 2 3 هتوصل في النهاية اللي انت تعمل كود ريدابل مينتينابل، يعني تقدر تطور عليه، وريدابل يعني تقدر تقرأ الكود ده. طبعا خصائص كتير جدا، والكلين اركتكتشر هنبدأ نتكلم عنها الفيديو اللي جاي باستفاضة جدا، ما تقلقش. وليه نشتغل بيها وليه نتعلمها؟ الفيديو دوت هنبدأ نتكلم احنا ليه هنتعلم في البداية السوليد برنسبل. ليه هبدأ المرة دي او في الكورس فيرجن 2 على المنصة اسامالجندي.com، اعلان للمنصة مش عارف ليه مع ان انت عليها، ولكن بقول لك هنا ان السوليد برنسبل دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه هنبدأ نتعلمه قبل ما نبدأ نخوض في الكلين اركتكتشر. طبعا هدفي من الموضوع ده سامي جدا، هتبدأ تحسه اول ما نبدأ نخش مع الكلين اركتكتشر ونتكلم على اللايرز المختلفة، ونعرف امتى نستخدم الكلين اركتكتشر وامتى لا. طبعا ممكن يجي لك بروجكت معين ما تبقاش محتاج سكيل الكلين اركتكتشر، ولكن كل اللايرز اللي فيه اوريدي بتطبق لك مبادئ السوليد برنسبل والاو او بي طبعا معانا في كل حاجه. يبقى انا فهمي العميق جدا للسوليد برنسبل هو اللي هيخليني اخش بالكلين اركتكتشر بقوه، وده تبقى مليانه كده زي ما بنعمل دايما في اي كورس. ما دخلتكش كورس فلاتر غير وانت مالي ايدك كويس قوي من دارت از بروجرامنج لانجويج والاوبجكت اورينتد بروجرامنج، لقيت نفسك فعلا بتمشي في الكورس بكل بساطه وبكل سهوله. ده طبعا من تقييمات الناس الكتير جدا الحمد لله وبفضل ربنا. ولكن خلينا نتكلم عن السوليد برنسبل او كلمه سوليد. اصلا هو كلمه سوليد ليها معنى اصلا حرفي، كلمه سوليد يعني صلب باللغة العربية، ولكن هي مش فكرة صلب ولا بالصلب، هي فكرة صلب اللي هم طبعا مرتبطين ببعض شوية، ولكن هي أصلا الكلمة منقسمة ل5 برنسبل، يعني 5 مبادئ. اقدر اقول لك دلوقتي ان حرف اس بتريفير لمين؟ للسنجل ريسبونسبيلتي برنسبل، او المقابل ليها سنجل ريسبونسبيلتي برنسبل، او اوبن كلوز برنسبل، السكوف سبستيتيوشن برنسبل، وكلمة اي او حرف اي انترفيس سيجريجيشن، والدي ديبندنسي انفيرجن. طب ما تيجي بقى بكل بساطة قبل ما نبدأ نخش في اللعبكة دي كلها، وزي ما متعودين دايما في اي كورس اللي انا باخدك لاكزامبل بشكل عملي، هديك اكسرسايز كده او اكزامبل بسيط قوي يبدأ يوضح لك للسوليد برنسبل مهمة جدا في حياتنا احنا كمبرمجين، وايه الاضافة اللي هتضيفها لي السوليد لما ابدأ اتعلمها. ما انت عمرك ما هتروح تتعلم حاجة انت ما تعرفش الاضافة اللي هتضيفها لك هي ايه. يعني مثلا لما اجي اكلمك عن الاو او بي، ما انا لما كلمتك عن الاو او بي ما شرحتلكش الاو او بي كده وخلاص، لا قلت لك الاضافة اللي هتبدأ تضيفها لك الاو او بي في الكواليتي اوف كود بتاعك. السوليد برنسبل نفس الفكرة، مجموعة من المبادئ اللي حضرتك هتمشي عليها، في النهاية هتلاقي نفسك كاتب كود كلين، كود قابل للتعديل والتطوير والتحسين باستخدام السوليد برنسبل. هيفتح لك افاقك مع الكلين اركتكتشر. طيب تعال نبص على المثال اللي معانا دلوقتي يا صديقي. اوردر مانجر كلاس، اول ما تقرأ اسم الكلاس كده هتعرف ان دوت ما هو الا كلاس بيعبر عن الاوردرز اللي يوزر معين هيعملها، وده المانجر بتاعه اللي هو اوردر مانجر. يبقى دلوقتي في كلاس معين هيعمل لي فانكشن معينة او هيأدي مهمة معينة اللي هو هيعمل لي اوردر في السيستم اللي انا فيه. نتخيل ان انا عندي سيستم اي كوميرس اب، والاي كوميرس اب دوت هبدأ اعمل فيه مجموعة من الاوردرات، فده الاوردر مانجر الخاص بيا.
طيب تعالى قبل اصلا ما نبدأ نتكلم عن ولا مبدأ من دول نهائيا، تعالى نطلع المشاكل اللي جوه الكلاس الطويل الجميل ده. اول حاجة يا صديقي، انا عندي ميثود اسمها بروسيس اوردر، يعني دوت كده اللي انا هبعت له الاوردر داتا الخاصة بيا، وهيبدأ يعمل لي البروسيسنج على الاوردر ده. اول حاجة عندنا ان انا عندي جوه الكلاس دوت فاليديشنز. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. اوردر داتا بيشوف الكي اللي اسمه كاستمر نيم، لو ايكوال نل او بيز امبتي هيبرنت حاجه معينه ويريتيرن فولس. اللي انا مش هقدر اعمل اوردر بالشكل ده لو ما عنديش اسم الكاستمر او ما عنديش او الداتا بتاعته بامبتي، فمعنى كده ان انا مش هقدر اكمل في عملية كرييت الاوردر ده، فهرجع له validation error. يبقى دي كده بالنسبة لي ايه؟ validation اللي انت بتفاليديت على داتا معينة. نفس الموضوع هنا، دي برضو validation. طيب ادي validation وادي التانية. وممكن عشان نبقى مور سبيسيفيك اقول لك ان دي داتا فاليديشن، اللي انت بتفاليديت على داتا معينه لو الكاستمر ما عندوش ايميل او مش بيكونتين حرف الات، معنى كده او يعني السبيشال كاركتر بتاع الات، معنى كده ان ده انفاليد ايميل. طب ننزل تحت شويه، قال لك الدبل توتال زيرو، معنى كده ايه؟ معنى كده اللي هو هيبدا يجمع لي التوتال برايس او يقول لي البرايس بتاع الاوردر دوت هو ايه. يعني اقدر اجي اقول لك ان هنا هيبدا يعمل كالكوليت لايه؟ للتوتال برايس. حلو جدا جدا جدا. ننزل تحت شويه، هيقول لك ايتم اوف ستوك. طبعا المنظر اصلا بتاع الكود سيء، احنا مش عاملين موديلز، انا بس بديك مثال توضيحي. هنا ايتم اوف ستوك، فكده هيجيب من كل ايتم الستوك اللي فيه، لو هو اصغر من الكوانتيتي فيبدا يقول لك ان في فاليديشن ايرور. يعني دوت نقدر نقول عليه ايه يا باشمهندس؟ انفنتوري مانجمنت. انفنتوري مانجمنت، حلو قوي. انفنتوري مانجمنت، وبعدين بيعمل ابديت انفنتوري ان داتابيز. اوبا، نيجي هنا ابديت انفنتوري ان داتابيز، معنى كده ان هو بيعمل هنا كول لداتابيز او بيفتح كونكشن مع داتابيز، حتى لو الميثود فاضيه. انا هنا بديك مثال، ولكن هنا هيعمل مثلا امبلمنتيشن اللي هو هيبدا يقول الداتابيز الخاصه بيه. يبقى هنا انا عملت ايه؟ كول للداتابيز، يعني عملت داتابيز اوبريشن. انا بكتب لك كل حاجه عشان تبقى قدامك وفي الاخر نبدا نتكلم بيها. ننزل تحت شويه، اوردر داتا بيمنت ميثود بكريدت كارد. اوبا، هنا بيعمل يا صديقي العزيز بيمنت ميثود. ده هنا هيخلي اليوزر يدفع يوزنج كريدت كارد. ده كل ده واحنا بنتكلم جوه بروسيس اوردر. ننزل تحت شويه، هاجي هنا اقول لك ان في بيمنت بروسيسنج. حلو قوي. هنا هبدا اعمل بيمنت، هنزل تحت شويه سيف اوردر تو داتابيز، نفس الفكره هيعمل داتابيز اوبريشن. وننزل تحت هتلاقي سند نوتيفيكيشن، يعني هنا كمان بيعمل ايميل نوتيفيكيشن. حلوة قوي. ننزل تحت شوية ابديت اناليتكس، يعني هنا بيعمل عشان يبدأ يتراك البيهيفير بتاع اليوزرز والكلام ده كله، او يعمل شوية لوجز، فبيعمل ابديت اناليتكس. فهنا كأنه بيعمل اناليتكس ايه؟ تراكنج، يعني بيتراك البيهيفير بتاعي. بعدين بيبدأ يعمل نوتيفاي وير هاوس، فنقدر نقول عليها وير هاوس كوميونيكيشن، اللي هو فاتح كوميونيكيشن مع الوير هاوس بتاعه، اللي هو المخزن الخاص بالمكان او الايه اللي فيه المخزون. طبعا دي تشارج كريدت كارد، دي الميثودز اللي موجوده فوق اللي احنا اوريدي بصينا عليها. سيف اوردر دو داتابيز، سند ايميل، ابديت اناليتكس، نوتيفاي وير هاوس. كل ده حضرتك بتتكلم على الاوردر مانجر. وان كلاس تنين مجنح، كلاس بيطلع نار من بقه، بيعمل داتا فاليديشن، كالكوليت توتال برايس، انفنتوري مانجمنت، بيبدا يمانجمنت الستوك بتاعه في نفس الكلاس، داتابيز اوبريشن، بيعمل بيمنت بروسيسنج جوه نفس الميثود جوه نفس الكلاس.
ينزل تحت شويه داتابيز اوبريشن، فاتح كونكشن مع الداتابيز او بيعمل كول لاي بي اي معينه، ايميل نوتيفيكيشن بيبعت ايميل من جوه نفس الميثود الخاصه بالكرييت اوردر، اناليتكس تراكنج بيبدا يعمل تراكنج من نفس المكان. وكل ده يا صديقي كل الميثود دي موجوده في نفس الكلاس ده. الراجل ما شاء الله عليه كاتب الكود ان وان كلاس مسؤول عن كل هذه الخطوات. تعال جمعهم قدام عينيك عشان تبقى اخد بالك. هقول لك هنا كالكوليت توتال عشان نبقى اخدين بالنا بالظبط ايه اللي بيتم. مش عايزك تطلع من الفيديو ده الا وانت مقتنع اقتناع تام انت ليه هتبدأ تتعلم السوليد اصلا برنسبل. ما بحبش اعلم حد حاجة هو مش مقتنع بيها ونبدأ نتكلم عن حاجات انت ممكن تقول لي طب لازمتها ايه، طب هعمل بيها ايه. لا، ده انت من اول فيديو تعرف انت هتعمل بيها ايه، وفي نهاية هذا الكورس باذن الله هتوصل لانهي مستوى. ايميل نوتيفيكيشن عشان بس كان في حاجات دبليكيت مكررينها مش عايز اللي انا اكررها. انا عايز اديك بالظبط اللي الكلاس دوت بيعمله بكل الميثودز الخاصة بيه. الكلاس ده تنين مجنح، انا بسميه كده لما بشوف اي كود ريفيو موجود فيه الكلام ده بقول والله الكلاس دوت تنين مجنح. هيعملها لنا يا عم دوكيومنتيشن كده. داتا فاليديشن، calculate total price, inventory management, database operation, payment processing, email notification, analytics tracking, warehouse communication. هتقول لي هندسة صلي على النبي، انا شايف الكلام ده عادي، ايه المشكلة؟ انا عامل كلاس اسمه اوردر مانجر، ايه المشكلة لما يبقى فيه الكلام ده كله واكتر كمان؟ ده انا بعمل كلاس 1000 لاين اوف كود وتعالى اوريهولك دلوقتي. هقول لك لا، في مشاكل كتير، واحدة واحدة عليا، ويلا بينا اقول لك اول مشكلة. لو انا جيت لك في يوم من الايام قلت لك انا في البيمنت بروسيسنج دي عايزة موديفاي عليها، وبدل ما اليوزر بيدفع بالكريدت كارد بس، لا ده انا هيبقى عندي 10 او بلاش 10 عشان ما تقولش بنبالغ، هيبقى عندي 4 بيمنت ميثود، كريدت كارد وديبت كارد وباي بال وايا كان بقى الايه البيمنتس المختلفة، فوري مش فوري ايا كان الايه البيمنت ميثود. تيجي هنا تقول لي خلاص انا هعمل موديفيكيشن في الاف كونديشن دي، واروح رازع كمان اف كونديشن زي دي كده باف إلس او إلس اف بباي بال، واحده كمان، يلا كمان واحده إلس اف، يلا كمان واحده إلس اف، ونكبر هذا الكلاس. هتقول لي عادي يا هندسه، انا شايف ايه المشكله اللي انت تبدا تحط هنا اللوجيك الخاص بالبيمنت؟ هقول لك تعالى تاني فوق كده، هنا اسمها ايه؟ بروسيس اوردر او كرييت اوردر. تعال نسميها كرييت اوردر عشان تبقى اخد بالك ان دي اللي بتكريت لك الاوردر، يعني دي المفروض المسؤولة عن كرييشن الاوردر ده. شوف انا عملت كام حاجة مع البيمنت، زودت، فهاجي ازود جوه الميثود دي. طبعا يا صديقي العزيز اللي انت تزود لوجيك معين جوه ميثود معينة قابلة اللي هي تعمل لك مجموعة من الباجز دي يعني مجموعة من المشاكل البرمجية اللي بتحصل في السيستم بتاعك. هتقول لي عادي هاجي احلها هنا. تخيل بقى ان انت في التيم ده مكون من 5-6 اشخاص او 10 اشخاص، واحد عنده مشكلة في البيمنت ميثود، واحد عنده مشكلة في السند ايميل، واحد عنده مشكلة في الاناليتكس، واحد عنده مشكلة في الوير هاوس. كل الناس الديفلوبرز بيعملوا موديفاي في نفس الميثود. طبعا مش هقول لك بقى على مشاكل الكونفليكت الرهيبة اللي هتحصل وانت بتمرج الكود، ولكن هقول لك على مشاكل البيزنس لوجيك وانت بتكتب الكود. انت ممكن تبقى عامل حسابك اللي انت هتبعت حاجة هنا، زميلك وهو شغال هنا يروح عامل حاجة هنا، ما تبقاش انت بترجعها من هنا او العكس صحيح، يبدأ يبريك ليك الميثود دي. ففكرة اللي انت تفكس بج جوه ميثود بالشكل ده او جوه كلاس بالشكل دوت في كل الميثودز المختلفة. وخد بالك ان كل ميثود من دول ليها الامبلمنتيشن الخاص بيها، يعني هنا في امبلمنتيشن، هنا في امبلمنتيشن، هنا في امبلمنتيشن وما الى ذلك. كل ميثود من دول ليها الامبلمنتيشن بتاعها. التيم كله بيعدل في نفس المكان.
فكرة اللي انت تفكس بج معينة مع الوقت، مع مرور الايام والشهور، هتبقى فكرة شبه مستحيلة. صعب جدا اللي انت تفكس البج في الاماكن دي. بجانب بقى بعيدا عن البجز، اللي انت بتوصل لمرحلة بنسميها ايه؟ بنسميها ان الكود ده غير قابل للتطوير وغير قابل للتعديل. يعني مش هتقدر تعمل عليه موديفيكيشن او مينتيننس للكود ده، هيبقى صعب جدا في الريدابيليتي. ده انا جاي اكلمك بقول لك في مشكله في الايميل، واحنا اللي هو في سند ايميل مثلا، وانت حاطط لي فاليديشن وحاطط لي كالكوليشن للتوتال، وبتكل الستوك اللي موجود في المخزن عندك، وبتكلم داتابيز، وبعدين بتعمل عمليه دفع معينه، بعدين بتعمل سيف للاوردر، بعدين بتعمل سند ايميل. كل دي مشاكل في المستقبل هيبقى صعب جدا اللي انت تطور على الكود ده وتزود فيه لوجيك جديد. طبعا ما تتخيلش ان منظر الكود هيبقى مور سيمبل كده. هو كده سيمبل على فكرة. انت لو هتكتب فعليا اللوجيك اللي انت هتعمله، قابلني في 2000 سطر اوف كود ولا في 1000 سطر اوف كود، ويمكن اكتر من كده كمان. وفي اكواد بنشوفها الناس بتوصل ارقام مهولة. طبعا ربنا يبعدنا عنهم ويبعدهم ايه عننا. خلي الدعوة دي على طول قدامك. ربنا يبعدك عن الناس اللي بتكتب اسباجيتي كود، بيبقى جعان عايز يعمل شوية مكرونة وياكلها. فربنا يبعدك عنهم ويبعدني عنهم ان شاء الله. لانه خد بالك لما بيبقى مكرونه الموضوع بيبقى صعب على فكره. كلمه كلين كود عكسها سباكيتي كود، اللي انت بتكتب كود سباكيتي اللي هي المكرونه اللي بتبقى ايه في بعضها كده، اللي هو بتاكلها بالشوكه. ففكرتها اللي هي كلها متداخله مع بعض. فانت بنفس الفكره ان الميثود والكلاس وكل الكلام ده وكل اللوجيك متداخل جدا مع بعض. اي لمسه وهفوه هنا هتأثر على الميثود اللي بعديها. اي حاجه بتعملها بتبريك او بتكسر الميثود دي. اي تشينج هيعمل ميرج كونفليكت رهيب ما بين التيم. فاحسب معايا بقى كمان من العيوب اللي هي تالت عيب معانا، ان هيبقى فيه سلو ديفلوبمنت. ان انت وانت بتكتب كود وبتديفلوب هتبقى بطيء جدا، هتقعد تدور على الجزء اللي انت هتعدل فيه. وبرضو لو انت عندك خلفية شوية عن التستنج هتعرف ان الكود دوت صعب جدا يتعمل له تيستنج. ويمكن يعني مش عايز اقول لك مستحيل، شبه مستحيل اللي انت تقدر تعمل له تيستنج. هيبقى الموضوع غاية في الصعوبة، لان وان ميثود تنين حرفيا مجنح بتعمل كل حاجة ممكن تتخيلها وممكن ما تتخيلهاش. لما حضرتك بقى تتعلم البرنسبلز المعينة الخاصة بالسوليد اللي احنا هنبدأ نتكلم عنها بإذن الله، وهناخد أمثلة عملية من دي كتير، وإزاي نشوف الكود الاسباجيتي ده ونبدأ نريفاكتور عليه ونعدله ونعمل منه كود غاية في الاحترام والأدب. فنيجي بقى دلوقتي يا صديقي للكود اللي قدامنا، نعرف ان هو سباجيتي كود. مش هيبقى كود أفضل حاجة، ده مستحيل أي شخص في الكوكب يقول عليه كلين كود او حتى يقرب من كلمة كلين كود. فالكود ده غاية في السوق. ادام الكود غاية في السوق فاكيد فيه مجموعة من البرنسبلز المعينة لو انا اديتها لك وطبقتها هنا على الفايل ده او على الكلاس اللي اسمه اوردر مانجر، هتطلع في النهاية ريزلت غاية في الجمال. الريزلت دي تبقى كلين كود، تقدر تطور على الكود بتاعك، تقدر تعمل له تيستنج بكل سهولة. فيكس البجز هيبقى غاية في السهولة بإذن الله. السايكل بتاعت الديفلوبمنت هتبقى أسرع كتير من الوضع اللي موجود حاليا. فالكود دوت سيء للغاية. أنا قلت بس أديك سنيبت أوف كود كده بفكرة سريعة جدا تعرف الكود السيء منظره عامل إزاي، عشان لو أنت جاي طازة طبعا من بعد كورس فلاتر فإحنا عمرنا ما كتبنا المنظر ده. ولكن عايز اقول لك الاكواد اللي انت ممكن تواجهها في سوق العمل. ما انت خد بالك لو انت بتكتب كود دلوقتي محترم جدا، ما تفكرش ان انت لما تروح شركة تلاقي الدنيا وردي وجميلة والناس كلها بتكتب كلين كود والكود عليه ورد وزهور. لا طبعا، اعمل حسابك اللي انت هتروح على شركة ممكن تلاقي عندها ليجاسي كود من سنين، تخش تعدل عليه تلاقي الموضوع صعب جدا. فلازم تنمي عندك
السكيل الخاصة بالكود ريفيو، واللي انت تبدأ تطبق المبادئ اللي عندك في الكود اللي هيكون قدامك بإذن الله. مش عايز اطول عليك اكتر من كده، دي كانت مقدمة سريعة جدا عن السوليد برنسبل. عايزك متحمس جدا، وفي كويز من سيكشن 2 هيبقى بعد كل درس، اياك تفوته واياك تعديه وتقول هبقى ارجع له تاني. لا، اي درس تخلصه الكويز اللي بعديه تقعد تحله على الويب سايت. اشوفك بقى الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.